رحم الله فناننا وديع الصافي اللي انتقل إلى رحمة الله النهاردة منذ ساعات قليلة عن عمره يناهز 92 عاما، واللي أمتعنا الحقيقة من خلال ألحانه ومن خلال كلماته وأغنياته الجميلة، ومنها الأغنية اللي غنى اللي حضرها لنا دلوقتي زميلنا المخرج حسام العزازي، واللي الحقيقة يمكن الكثير قوي من الناس مرتبطين جدا بهذه الأغنية بالذات، ويمكن كثير قوي بيطلبوها كانوا بيطلبوها منه في حفلاته. دايما بنقول ان الفن الجميل لو رحل الفنان عننا سواء كان موسيقار او كان مطرب او كان مؤلف او خلافه ايا كان دوره في الفن، ولكن بنقول الفن الاصيل دايما بيفضل باقي ما دامت الحياه باقيه. هنتقل بقى من حديثي عن الراحل وديع الصافي الى موضوع اخر، وهي المراه في الوقت الحالي. المراه حققت مكتسبات كتيره قبل 25 يناير وعلى مدى سنوات طويلة قبل 25 يناير، ولكن كل هذه الإنجازات وكل هذه اللي هنقول التطلعات اللي كانت بتحلم بها واللي اكتسبتها قبل 25 يناير راحت منها في لمحة بصر زي ما بيقولوا من بعد 25 يناير خلال هذا العام اللي مر على مصر وعلى كل المصريين كأنه 100 عام، وهو فترة حكم هذه الجماعة المحظورة. خلينا نتكلم النهاردة عن دور المرأة. هل هتاخد حقها في الدستور الجديد؟ هل المرأة الفترة اللي جاية بعد 30 يونيو هيبقى لها دور فعال في المجتمع وتستعيد مكانتها مرة تانية؟ ايضا كلامنا عن الاحزاب وعن الدستور هيكون محور حديثنا النهارده مع الاستاذه سوزان ندى المحاميه وعضو حزب التحالف الاشتراكي. اهلا بك استاذه سوزان. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. طيب هبدا مع حضرتك واقول المراه قبل 25 يناير حققت مكاسب كتيره جدا، والحقيقه يمكن بيشهد العالم كله ان المراه خلال ال 15 سنه وال 20 سنه اللي فاتوا حققت مكاسب ما كانتش تحلم بيها. بعد 25 يناير الحقيقه يمكن وضع المراه اصبح سيئا الى حد كبير، ما بقتش موجوده في الحياه السياسيه، ما بقتش ممثله في البرلمان، ما بقالهاش يعني كل اللي حققته خلال السنين اللي فاتت قبل 25 يناير تم سحبه منها بالكامل. تتوقعي الفتره اللي جايه بعد 30 يونيو هتستعيد مكانتها مره ثانيه المراه؟ وانا بدايه كده معلش اسمحي لي اختلف معاكي حوالين مدى الحاجات اللي حققتها المراه قبل 25 يناير. اتفضل. لان حقيقه كان وصل من خلال نضالات المراه المتعدده انها توصل مثلا يبقى ليها نسبه كوتا في البرلمان، يبقى ليها بعض الحمايه، ان يقر ان عمر الطفوله مثلا الى 18 سنه، حاجات اللي احنا كنا موقعين عليها، مصر موقعه عليها في الاتفاقيات الدوليه وكذا، وده جاء عبر نضالات طويله. لكن تحقق بالفعل قانونا. المرأة لا تنفصل عن المجتمع المصري، هي جزء من المجتمع المصري، والمجتمع المصري ككل كان عايش صراعات عديدة جدا، كان بيعاني من الفقر، بيعاني من الجهل، بيعاني من غياب الكرامة، بيعاني من العديد من المسائل، عدم المساواة أمام القانون سواء للمرأة أو للطفل، كان في الفرق دايما بين الغني والفقير وخلافه، وده كان مصدر التمييز الحقيقي اللي ليه ظهر واللي ليه سطوه واللي معاه فلوس هو. طب ودلوقتي يا استاذ سوزان هسالك بقى، ما انا هكمل لحضرتك اسالك ليه في النقطه دي؟ انت فتحتي لي نقطه يمكن كتير قوي من المشاكل اللي بتجيلي ان الرشوه والفساد وكثير من الامور اللي احنا كلنا نتمنى ما تبقاش موجوده زادت بعد 25 يناير. ما زالت مستمره. لا وزادت بكثره بعد 25 يناير. هي انا عايزه اميز بس في فتره صغيره كده حسينا فيها ان احنا فعلا كنا انتصرنا، اللي هم خلال ال 18 يوم وما بعد ال 18 يوم، فترة قليلة جدا لمدة شهر أو شهرين كان الشعب المصري كله كان بيمتلك الأمل والحلم. ده ساعتها كان لما تروحي أي هيئة كان موضوع الرشوة ابتدى يندثر، كان موضوع الفساد ابتدى يندثر، كان الناس بتحكم نفسها، كنا بنمشي في الشارع حاسين ان احنا في امان. يمكن قبل حتى ما نسجل دلوقتي كنا بنتكلم بره في الاستوديو، فكنا بنقول ان ماتش الاهلي والزمالك اتلعب ما كانش فيه طوبه اترمت، رغم ان ما كانش فيه اياميها الداخليه كانت. طب دلوقتي في امن، دلوقتي في امن افضل بكثير، دلوقتي في امن موجود. في فتره بتاعت سنه ونص اللي هي فتره بتاعت حكم الاخوان اللي حاولوا يخونوا فيها الدوله كلها ويرجعونا 100 سنه لورا، وحاولوا انهم طبعا يسطوا مش بس على حقوق المراه، ده على حقوق المراه وعلى حقوق الطفل وعلى حقوق العامل وعلى حقوق كل الناس. ولكن حتى تاريخه ورغم وجود الموجه الثانيه اللي هي الثالثه بقى في تقديري اللي هي بتاعت 30 يونيو، احنا لسه ما زلنا بنلف في حلقه مفرغه. مفيش حد خد حقه، مفيش اي حاجه من الحاجات حصلت. حتى اللجنه الدستوريه الاخرانيه اللي مشكله، ومن الواضح برضو ان المراه مش موجوده فيها لجنه ال50 لجنه ال50 مش ممثله فيها التمثيل كما يجب. ان المراه 50% من المجتمع وبتعول اسر. هل هذا التمثيل يساوي تواجدها في لجنه ال50؟ لا يساوي. بعض النصوص ما زالت موجوده برضو في الدستور، حتى اللي احنا كنا طالبين ان الدستور ده يعاد من اول وجديد،
يعني فكره تعديله ان انت بتقعدي تحاولي تعدلي اللي هو شيء سيء، فبتحاولي تظبطيه تعدليه. انما احنا كان حلمنا يعني الثوار واعتقد الشعب المصري كله كان بيحلم بدستور جديد يبقى مساوي لطموحاته وللتضحيات اللي هو قدمها. برغم ذلك تمام قلنا يعني عايزين ننتقل لمرحلة أخرى، فبنمر دلوقتي في المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية الحالية الحقيقة أن الحكومة الحالية ما قدمتش برضو جديد، يعني حتى القرار بتاع الحد الأدنى والأقصى للأجور هو قناة مفيش حد أقصى، في حد أدنى للأجور فقط. الحد الأدنى، ودي هي برضو الإعضالية اللي حضرتك بتقولي عليها إن مفيش حد أقصى. فأنت هنا هتجيب منين؟ ميزانية الدولة لن تتحمل. كان لازم القرار يطلع الحد الأدنى والأقصى للأجور، لأن بإعادة هيكلة الأجور هيقدر يصرف على الحد الأدنى للأجور. القرار نفسه مبتسر، يعني طالع بيخص فئة قليلة جدا من المجتمع المصري، هيطبق بس على الموظفين. طب فين العمالة الخاصة، فين العمالة اليومية؟ الرعب بقى، كل الرعب ان ده يؤدي لاشتعال الأسعار. فحتى القرار اللي هو مؤجل في أول يناير فهو في مخاوف في إمكانية تطبيقه، في ان هو لا يشمل قطاعات الأكثر فقرا في الشعب المصري ولا حاجة. بالنسبة للدستور نفس الحكاية، عندنا العديد من الإشكاليات، وملاحظين برضو ان بعض الأحزاب زي حزب النور يعني مقتصر الموضوع كله، عاوز يحول كل الإشكالية لمسألة دولة مدنية ولا دولة دينية ولا دولة مدنية، كما لو كانت ان هي دي الإشكالية، ومصر وفقط على نص المادة 2 والمادة 219 اللي هو متمسك بيها. حقيقة ان الشعب المصري مش فارق معاه، احنا شعب طول عمرنا مسلم، طول عمرنا بنحترم الشريعة الإسلامية زي ما بنحترم المسيحيين، زي ما نحترم كافة الديانات المختلفة. فمش دي النقطة الجوهرية اللي الثورة كانت قايمة علشان. الثورة كانت قايمة علشان كرامة الإنسان بقى، سواء مرأة أو طفل أو رجل أو شاب أو أي حاجة. هل تحققت هذه الكرامة؟ كانت قايمة عشان العدالة الاجتماعية. هل اتخذت خطوات نحو العدالة الاجتماعية؟ الحقيقة احنا لسه يعني ايه منتظرين، كابتين أنفاسنا ومستنيين. نيجي للنصوص. كان في تصريحات، لا كان في تصريحات عشان بس ناخد خطوه مع بعض. كان في تصريحات لرئيس لجنه ال50 لما قال ان بعد عيد الاضحى هيبقى موجود معانا كل التعديلات اللي تمت في الدستور، وان الشعب ان شاء الله هيبقى فيه، هيفاجئ ان في دستور جديد مش ترقيع للدستور اللي هو بتاع 2012. والله هو الحقيقه دلوقتي المناقشات اللي دايره بتقول ان اللي حاصل هو عمليات ترقيع. يعني مثلا احنا لو جينا نتكلم مثلا حتى عن المرأة، لو حبيتي نتكلم بتفصيل هنلاقي مثلا عندك المادة اللي هي مادة 11 اللي هي تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في الميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. النص يبدو ان هو نص ممتاز، ده الحقيقة، بس هو احنا عندنا مع المادة 2 بتقول ان احنا هنطبق هنرجع ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فانت لما تيجي تحطها لي هنا ده معناه ان انت في احتمالية ان انت تحط لي اشتراطات لمساواة المرأة بالرجل. هتحط اشتراطات جديدة، هيطلع لي مجموعة من المشايخ اللي كانوا طب المادة دي بخصوص المرأة في دستور 71 كانت بتقول ايه؟ كان في مساواة بين الرجل والمرأة وتلتزم الدولة بتقديم الرعاية الكاملة إذا الدستور 71 كان بيعطي المرأة حقوقها أفضل من 2012. احنا ما احنا ده اللي احنا بنقوله. احنا بنقول ان احنا عايزين نتقدم، كان املنا ان احنا نتقدم حتى عن 71، رجعنا لان احنا بنعدل في 2012 لان بنقع في المطبات اللي هي من النوع ده. ان احنا خلاص كما لو كان في محاولة لتحجيم احلامنا وتحجيم طموحاتنا. يعني نضالات المرأة اللي هم اعتاد الاخوان ان هم يقولوا لك قوانين سوزان مبارك او غيره، الحقيقة ما كانتش قوانين سوزان مبارك، الحقيقة كانت جاية من نضالات للمجتمع المدني، كانت جاية من نضالات للمرأة في كافة المجالات. لا بس السيدة سوزان مبارك ساهمت الى حد كبير جدا وعملت حاجات كثيرة للمرأة المصرية، ده محدش يقدر ينكرها الحقيقة. يعني حتى لو عملت حاجات، هي عملت حاجات لخدمة طبقة معينة مش لخدمة المستفيدين الحقيقيين. يعني كانت التغييرات شكلية، ايوه في قوانين طلعت، ولكن القوانين هذه القوانين الشكليه ما منعتش ان بيتم الجور على المراه، ما بيتم اضطهاد المراه، بيتم الزام المراه في بعض المدارس بارتداء الحجاب. يعني في حاجات مين اللي كان مين كل هذه الامور اللي بتتكلم عنها كانت موجوده فين؟ وهل كان في اجبار للمراه انها تلتزم بالحجاب؟ فين؟ ايوه طبعا كان في بعض، مثلا عندك مديريه التربيه والتعليم
كان عندنا العديد من الامثله ده حتى قبل ثوره 25 يناير، ان في كده نتيجه لسيطره الاخوان على النقابات وعلى مديريات التعليم تحديدا كان بيبقى في نوع من انواع الاجبار، وان كان طب اذا دلوقتي دلوقتي موضوع مهم معنوي، ده في موضوع مهم دلوقتي، بما اننا دلوقتي خلاص الاخوان معلش موجودين، احنا بنطالب الوزاره الحاليه ان تطهر النقابات على مستوى الدوله، تطهر وزاره التربيه والتعليم من الاخوان، وايضا نقابه المهندسين المسيطرين عليها بشكل كبير. ده صحيح. والحقيقه التطهير مش هيجي بان احنا نفصل موظفين ينتموا للاخوان المسلمين، التطهير هيجي بتغيير منهج التعليم كله، بإعادة رؤية وصياغة للعملية التعليمية ككل. يعني إعداد المدرس ده مهم، إعادة النظر في المنهج التعليمي والمواد اللي موجودة فيه، في مواد تمييزية. يعني لما بيبقى فيه مثلا في كتب النصوص بتاعة الأطفال في أولى ابتدائي وفي ثانية ابتدائي بيبقى بيستعين بنص قرآني، ده جميل جدا، بس استعين بنص مسيحي إذا كان إحنا معترفين إن الديانتين موجودين. يا إما ما تحطليش إجبار، هات نص أدبي آخر. القرآن طبعا يعني بيقوي اللغة بشكل كبير جدا، بس انت في النهاية بتلزم الطفلة المسيحية او الطفل المسيحي ان هو يحفظ ايات قرآنية، بينما الطفل المسلم مغيب تماما عن الايات الانجيلية مثالا. يا اما نشيء، يعني لازم يكون في مبدأ مساواة، لازم يبقى بنعلم الاطفال البحث العلمي، انهم يبحثوا عن المعلومه، مش انهم يقعدوا يحفظوا ويصموا في كتب وكذا. لازم يبقى في عدد الاطفال اللي موجودين في الفصل يبقى عددهم قد ايه، مش معقول اكتر من 40 طفل استحاله هيستوعب. طب اداء الوزاره دلوقتي في الوقت الحالي من وجهه نظرك؟ انا شايفه ان الاداء لا ما اتغيرش في اي شيء الحقيقه. كل اللي ما فيش اي حاجه اتغيرت في، لا مناهج التعليم اتغيرت، لا حصل اعداد، ما فيش رؤيه جديده. ما هو التغيير مش هيجي بان انا اشيل محمدين واجيب حسنين، لا، التغيير هيجي بان انا يكون عندي رؤيه واضحه للعمليه التعليميه. طيب ان احنا نخصص مثلا بعد اذن حضرتك في الدستور مثلا ان ينص كده الحد الادنى للصرف على التعليم من ميزانيه الدوله مثلا 15%، ونقول الحد الادنى. وحتى هنرد على الناس اللي هم بيقولوا ان الدستور ما ينفعش ان احنا ينص على ارقام فيه، فاحنا بنقول اولا نسبه مئويه، ثانيا بنقول حد ادنى. طيب. ممكن الدوله بعد كده اللي فهمته من كلام حضرتك دلوقتي ان انت شايفه ان الدستور بالوضع الحالي او المناقشات اللي بتتم ان ما فيهاش تغيير، او اللي انتوا بيبقى فيه تمهيد ان بعد كده المنتج اللي هيطلع مش هيبقى عاجب حد. بالظبط. طيب انا دايما بقول مش عاوزين نسبق الاحداث، بس خليني اسالك سؤال وده هيكون الاخير عشان وقت الحلقه خلاص كده. حضرتك في عضو في حزب التحالف الاشتراكي الشعبي الاشتراكي، امينه محافظه اسكندريه التحالف الشعبي الاشتراكي. طيب بعد طبعا دخلت معترك السياسه بعد 25 يناير ودخلت في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. خليني اسالك هنا واقول بعد 30 يونيو سقطت الاقنعه عن شخصيات كثيره. هذه الشخصيات كان في حكم الرئيس مبارك كانوا جايين على ان هم جايين عشان ناخد الحكم او جايين عشان ننزل انتخابات، او كانوا ملتف بعض نخبه او كما يطلق عليهم النخبه، كانوا ملتفين حول هذه الاسماء. بعد سقوط الاقنعه في الوقت الحالي هناك تشكك في الشارع المصري في شخصيات عديده كان لهم دور فيما حدث في 25 يناير. اولا كون ان الشعب المصري يتولى الفكر النقدي دي حاجه رائعه. ان احنا ننتهي من تقديس الافراد ونبتدي نفكر، يبقى عندنا احترام الافكار، ودي حاجه مهمه ودي حاجه رائعه. يعني لما نعيد تقييم اداء كل شخصيه على مدى تاريخها كله هنقدر نعرف هل ده سقط عنه قناع ولا احنا ما كناش واخدين بالنا. الدكتور البرادي هو ممكن يكون ملوش في معترك السياسي، هو رجل حقوقي اكتر من هو ميوله حقوقيه اكتر ما هي ميول سياسيه. التخلي عن المنصب في الوقت الحالي أليس هو خيانه للوطن؟ التخلي عن المنصب الحقيقه انا شايفه ان هو فعلا ما كانش رد فعل صحيح في التوقيت ده، ولكن هو اخده من مأخذ اخر، هو وفقا لآرائه هو. طب آراءه اللي بيقولها دلوقتي ضد مصر وضد القوات المسلحة؟ الحقيقة أنا مش متابعة للأسف الشديد، يعني أنا مش متابعة آراء البرادعي في أنا عايزة أقول على حاجة، معظم الأحزاب الجديدة دلوقتي لما بتسأليهم أي أسئلة لأنهم كانوا في بوتقة واحدة مع بعض، بتسألهم أي أسئلة يقول لك أنا مش متابع هذا الموقف، ولكن دايما بنقول إن المواطن المصري لماح جدا، وما حدث من 25 يناير جعل كل المواطنين بيتكلموا في السياسة ويبحثوا وراء هذا وذاك، وده اللي خلى يمكن سقوط الأقنعة بقت
بسرعه كبيره جدا، اسماء كتيره. تمام، في اسماء كتيره انكشفت وفي اسماء بعد 25 يناير تم كشف عدد كبير جدا من الاسماء الحقيقيه. ده صحيح، ده صحيح. ولاحظي كمان ان الاحزاب اللي حضرتك بتتكلمي عنها، خصوصا الاحزاب الناشئه اللي هي حزبنا مثلا اللي تمت الدعوه ليه الحقيقه قبل 25 يناير، يعني خلال ال 18 يوم الاولانيين في يعني من 25 يناير، يعني من 25 انا بقول لحضرتك كانت الدعوه قبل 11 فبراير، يعني قبل 11 فبراير من 25 يناير. هذه الاحزاب الجديده الشعب المصري لم يمارس السياسه اكتر من 60 سنه، من اكتر من 60 سنه ما تمش ممارسه السياسه. وانا شايفه ان في تعمد دايما ان الشعب المصري ما يتنظمش ويعيد تنظيم نفسه ويعيد صفوفه. لمصلحه مين؟ لمصلحه مين ده من وجهه نظرك؟ لمصلحه الطبقه الحاكمه، لمصلحه المنتفعين. تقولي من 60 سنه، يعني من 60 سنه بدايه الحكم في مصر، هو كان حكم الحقيقه كل الحكام بتوع مصر كانوا عسكريين، بدايه بالرئيس عبد الناصر، الرئيس السادات، محمد نجيب، الرئيس محمد نجيب، الرئيس السادات، الرئيس محمد حسني مبارك، كلهم كانوا عسكر زي ما انتم بتسموهم. او عايزه اقول على حاجه ثانيه، ولكن في الوقت الحالي الشعب كله التف مره ثانيه حول القوات المسلحه. هو في فرق بس بين حكم العسكر وبين الجيش، عشان حضرتك قلتي زي ما انتم ما بتسلموهم، ففي فرق بين الحكم العسكري وما بين الجيش المصري. دي حاجه لازم نبقى عارفينها. الجيش المصري ده دول ولادنا واخواتنا وعيالنا وكلنا، والحاكم خارج من المؤسسه العسكريه دي، والحاكم خارج، ولما بيكون الحاكم عنده جزء من العداله الاجتماعيه الشعب المصري بيحبه جدا زي جمال عبد الناصر. ولما بيكون فتره حكمه بيشوبها الفساد والظلم والقهر زي مبارك الشعب بيكرهه. دي مسائل شخصيه يعني متعلقه بكل شخص. خليني ارد زي المداخلات اللي بتجيني، خليني ارد في الحته دي عشان ارد عليك عشان الكلمه. اتفضل. فاحنا مش عايزين الحكايه عندنا تبقى شخصيه، احنا عايزين الحكم في مصر يبقى حكم بمعنى مؤسسي، بمعنى ان يبقى فيه ديمقراطيه حقيقيه. الديمقراطيه الحقيقيه دي هتتحقق ازاي؟ من خلال تنظيم الشعب المصري لنفسه، ان انا يبقى عندي نقابات قويه، ان انا يبقى عندي احزاب قويه، ان انا يبقى عندي تداول للسلطه، ان الاحزاب دي كل واحد يبقى عنده برنامجه ويبقى متواجد في الشارع المصري بيعبر عن رايه السياسي، عنده الحريه الكامله ان هو ينظم نفسه، ان هو ينشئ يعمل ندواته، وان هو يتوجه للناس، وان هو ينزل الشارع ويعمل مؤتمراته وهكذا. هذا القدر من الحريه بيخلي الناس تفهم يعني ايه حزب، مين الحزب اللي هو بيدافع عن حقه، مين الحزب اللي هو مش بيدافع عنه. يعني انا مثلا لما اقول لحضرتك مثلا، هل الحزب الوطني كان حزب سياسي موجود في الشارع المصري وكان ليه جماهير موجودين؟ الحقيقه ما كانش موجود. ليه ما كانش موجود؟ لانه كان رغم كونه هو الحزب الحاكم، لان هو ما كانش بيقدم رؤى سياسيه، رؤى كده وافكار للشعب المصري تخرجه من ازماته. بالعكس هو كان مستغل كسلاح في ايد الحكم الموجود. طيب انا مش برد لان انا مشترك في انا محاور. خليني بس اتكلم معاك واقول لك دلوقتي عشان خلاص وقت الحلقه كده خلاص معايا انتهى. كل الاسماء او معظم الشخصيات اللي جت وكانت في اثناء 25 يناير او جت قبل 25 يناير وكانت بتصارع على السلطه في مصر، وكانت واقفه ضد الرئيس مبارك، في الوقت الحالي سقطت عنها كل الاقنعه، وده اللي خلى الناس بدات تفكر وتعيد الصياغه مره ثانيه فيما حدث في 25 يناير الى الان من سقوط هذه الاقنعه عن هذه الشخصيات. تمام. تعليقك في اقل من دقيقه عشان وقت الحلقه كده خلاص. ما احنا علشان نقول سقطت الاقنعه فعايزين نعرف سقطت الاقنعه بمعنى ايه؟ هل سقطت الاقنعه بمعنى ان هم كان ولاءتهم مثلا لغير الشعب المصري، ام سقطت الاقنعه بمعنى انهم بيقدموا فكر مختلف؟ ما هو ممكن حد يقدم فكر مختلف عن التاني. هل قال ان هو مع الثوره المصريه ومع المواطن المصري وضد الفقر وضد القهر وان هو مع الديمقراطيه ثم انكشف امره؟ الحقيقه ده لسه كانوا متحالفين مع الاخوان بشكل اللي سقط عنه الاقنعه بشكل حقيقي. ويعني ده لو كان في قناع بالنسبه لبعض الناس، يعني انا شايفه مثلا ان فصيل الاخوان المسلمين واتباعهم من الجماعات الاسلاميه المختلفه وكل الاحزاب اللي نشأه على اساس ديني هي من مبتداها هي نشأة بطريقة غير ديمقراطية، ولن تتبنى الديمقراطية في يوم من الأيام، ولن تعبر عن ولن تحقق عدالة اجتماعية بشكل حقيقي في أي يوم من الأيام، لأن منهجها وفكرها بالأساس فهو بالنسبة لي أنا كشخص هي ما سقطتش الأقنعة، هو من الأساس كان لابس قناع يعني. الحقيقة إن أنا هعقب في أقل من ثانية لأن خلاص مفيش عندي خلاص وقت كده، بس عايزة أقول الجماعة المحظورة وحلفائها مش بس كانوا من التيارات المتأسلمة، ولكن كان هناك أيضا شخصيات أخرى كانت محتلة الساحة بعد 25 يناير وأصبحوا وتم كشف الستار عن أنهم كانوا حلفاء فعلا للإخوان وكانوا لهم أجندات خارجية يراد تنفيذها داخل مصر.
في نهايه اللقاء انا بشكرك جدا الاستاذه سوزان ندى، المحاميه وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، واتمنى ان يكون لكم متواجد في الشارع ان شاء الله الفتره اللي جايه. احنا لينا الحقيقه تواجد في الشارع المصري وبنشتغل مع كل الناس يعني، واعتقد ان احنا بنقوم بدور مهم جدا، وان تهميش الاحزاب السياسيه ده بيضر بالشعب المصري مش لكن الوقت كده خلاص، بس الاعداد الكتيره للاحزاب اللي في الفتره الكتيره اللي طلعت بعد 25 يناير ده طبيعي. طبيعي ان يكون في احزاب كتيره بعد غياب ديمقراطيه لسنوات طويله جدا، ان تنشا احزاب كتيره جدا الى ان تتحد كل فكره حواليها مجموعه. الحقيقه احنا بنقول اهلا باي حزب يكون له دور وينفع المواطن، ويكون هدفه الاول هو مصلحه هذا الوطن وليس صاحب اي اجندات من اي مكان اخر. في نهايه اللقاء بشكرك مره ثانيه استاذه سوزان، بتمنى لك التوفيق وكل سنه وانتم طيبه. مشاهدينا بشكركم، الى اللقاء، تصبحوا على الف خير. الاسبوع اللي جاي حلقه جديده وفنر جديد.